فرحت جدا وكنت شمتان جدا جدا، يعني من هنا للسنه اللي جايه. لان الراجل ده ظلمني ظلم، ما اعتقدش ان في لعيب كوره ممكن يكون اتظلم الظلم ده زيي. كتبت نتمنى الفوز للافريقي التونسي الشقيق وعملت سمايل فيس، ولا كان حد يعرف الاكونت بتاعي. يعني انا الاكونت بتاعي ان هو يكبر، انا مدين بالشكر للكابتن احمد شوقي. يا مساء الفل عليكم جميعا، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام جامد مع حامد. معانا النهارده لاعب الظروف ظلمته، وعايزين نقول الظروف دي لو ما كانتش موجوده كان ممكن يكون لسه متواجد في الملاعب، او ممكن يكون يعني كمدير فني في نادي الزمالك. لكن بما ان الظروف دي حصلت له فحبينا ان احنا نجيبه النهارده علشان نعرف منه ايه اللي حصل له بالظبط. معانا النهارده الكابتن احمد مرغني. اهلا بيك يا كابتن، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك، ده انا مبسوط ان انا معاك. الشرف ليا. ربنا يخليك. في البدايه كده عايز اعرف احمد المرغني رد فعله ايه بعد قرار ايقاف الكابتن احمد شوبير اعلاميا. ده حبيبي، ده حته من قلبي، ده الحته الشمال اللي عندي. لا بص، فرحت جدا فرحت. طبعا، وكنت شمتان جدا جدا، يعني من هنا للسنه اللي جايه. لان الراجل ده ظلمني ظلم، ما اعتقدش ان في لعيب كوره ممكن يكون اتظلم الظلم ده زيي. هقول لك ليه. لان انا بدايه مشكلتي معاه اصلا كانت ملهاش دعوه بلا بالسياسه ولا باي حاجه. كل فكره كنت طالع عندي على الفيسبوك على الاكونت الشخصي، كتبت نتمنى الفوز للافريقي التونسي الشقيق وعملت سمايل فيس. بهزر مع اصحابي، الاكونت ما فيهوش غير اصحابي حلو. ومفيش حد تاني. وما كنتش اعرف بقى ساعتها ان في حاجه اسمها بابليك، وما كنتش اعرف بقى ان الستيتس دي على المشاع. حلو. فراح واخد هو خدها سكرين شوت وراح عملها عنده في البرنامج، وقعد يتكلم عليا ويشتم، ودي قله ثقافه وبيعمل كده عشان يرجع نادي الزمالك. دخل جوه نيتي. كنت ساعتها انت في وادي دجله. كنت ساعتها في وادي دجله. مم. هو بيعمل كده عشان يرجع نادي الزمالك ومش عارف ايه. كذا حد كلمني، فهو كلمت حسام عادل صحفي، انت اكيد عارفه. اكيد طبعا زميلنا. قلت له انا عايز اعمل مداخله مع كابتن شوبير عشان ارد عليه على القصه اللي عمال يتكلم عليا، سالخني يعني. اه. فعملت معاه المداخله، سوري، عملت معاه المداخله. فما ادانيش فرصه ان انا اتكلم. كنت لسه بقى عايز اقول له انت قلت عليا كذا وانت ده. قال لي لا، جاوبني على السؤال. مم. قلت له اه انا قلت كده، وبيقول لي مقتنع. قلت له اه مقتنع. وقعد يجادل معايا شويه، ومره واحده راح قافل في وشي السكه. مم. وبرضه قاعد يشتم، دي قله ثقافه، دي قله كذا، دي قله كذا، دي قله كذا. انا مش شايف الموضوع كان مستاهل البروباجندا دي كلها. تمام. خصوصا ان هو لو ما كانش عرض البوست، ولا كان حد يعرف الاكونت بتاعي. يعني انا الاكونت بتاعي ان هو يكبر، انا مدين بالشكر للكابتن احمد شوقي على السوشيال ميديا. هو السبب في شهرتي على السوشيال ميديا. تمام. ولا كان حد ياخد باله. اتنين تلاتة اللي هم اصحابي بيدخل، ننكش بس دي بعض حاجه انت وخلاص. كاتبها عن يعني قناعه شخصيه. قناعة، بس يعني مش مستاهلة البروباجندا دي كلها. لا انا تمام. اول ولا اخر واحد كان يتكلم في القصة دي. اللي هو يشجع النادي يعني ما يشجعش النادي المنافس بالظبط. بمعنى صح. بالظبط. طب هقول لك على حاجة تانية. كابتن شوبير ساعتها كان في قناة صدى البلد. اوكي. في قناه صدى البلد في 2016 الصحفي علاء عزت طلع قال افريقيا سان داونز على الهوا صريحه. حلو. في نفس القناه بتاعت كابتن شوبير. كان معاه ضيف. ايه، كان كان معاه هو ضيف. ضيف. لا، ما تمام. كان في برنامج تاني، مش فاكر مش مع الكابتن شوبير لا يعني. لا، مش مع كابتن شوبير. بس يعني تمام. هو انا اللي كنت مع كابتن شوبير، ما انا قلتها في تمام، انا اكونت. بسالك اصل انت عشان انت دخلت المداخله قلت برضو تتمنى التوفيق لا، ده بقى لافريقيا. ده واحد قالها في نفس القناه اللي هو شغال فيها. تمام.